السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. تجربة جديدة بنسجل بالرينج لايت، ونجرب برضو بنسجل بالمايكين. مش عارف بقى الدنيا تبقى شكلها عاملة ازاي، وبسجل من غير ما افكر ومن غير ما اجهز، عشان ده الفيديو الفضفضة الاسبوعي اللي احنا هنشاركه يوم الجمعة الجاية. رغم ان انا لسه مسجلتش الفيديو بتاع التحدي، انا دلوقتي بسجل الاربع الصبح، المفروض اسجل الفيديو بتاع التحدي الجديد، ولكن لسه مسجلتوش. حاسس ان الدنيا مش احسن حاجة ان انا اسجل دلوقتي، ممكن اسجل بقى وانا خارج او حاجة او انا برا في الاجواء الممطرة. فمش عارف لسه، ولكن حبيت ان انا نتكلم شوية ونفضفض على البرودكاست. البرودكاست عملناه في شهر 12 السنة اللي فاتت، تقريبا يوم 7/12 او حاجة. وكان الهدف منه ان انا اشارك المعلومات بدل ما ابعتها لواحد او اتنين او كده. طب ما في ناس كتير ممكن تكون محتاجة وهكذا، فقررنا ان احنا نشارك مع الناس. الحمد لله ردود الفعل ايجابية بشكل كويس، لا انكر ذلك يعني. ولكن هو دايما بتبقى كده، ولكن انا دلوقتي يعني امبارح او اول امبارح كان حصل عندي مشكلة في الواتساب. ف... فاضطريت ان انا امسح الواتساب، ودي حاجة صعبة يعني. وكمان ان انا مكنتش عامل باك اب، ففيها رسائل كتير من الأخيرة اللي كانت جايلي راحت وهكذا. بالإضافة إن أنا مش متعود إن أنا أصلا أعمل الموضوع ده، ولقيت إن الباك اب بتاع الموبايل واصل لحوالي 500,000 رسالة. أنا مش عارف الرقم ده إزاي أصلا، بس هو كان ظاهر لي كده، حتى كنت شاركت الصورة دي في الستيتس بتاعة الواتساب. بالإضافة كمان إن المساحة بتاعة الميديا اللي موجودة على الواتساب حوالي 7 جيجا، و that's too much man. المهم فجه في بالي، طيب يعني بسبب موقف الموضوعين دول يعني، طيب does it deserve man؟ يعني الموضوع يستحق؟ انا مش عارف الصراحة. آه غصب عنك في الحياة العامة، انت دلوقتي معظم الحاجات انت بتقيسها بالارقام. لو انت مثلا، هل انت ناجح في شغلك بتقيسها مثلا بالدخل اللي داخلك؟ هل الشغل بتاعك كويس بالدخل اللي داخلك؟ هل مثلا البيزنس بتاعك شغال كويس، بتشوف ال الارباح بتاعتك عامله ازاي؟ مش عارف. مثلا لو انت واقع في زنقه ولا حاجه، طيب هل في حد بيقف جنبك؟ بتشوف عدد الاصحاب الكويسين اللي بيبقوا واقفين جنبك. انت مثلا عندك 100 واحد وخمسة ستة بس اللي وقفوا معاك في شدتك. فحاجات كتير في حياتنا بتتقاس بالارقام يعني. فغصب عني، انا دايما بحاول بقدر الامكان ان انا اجدد نيتي واصفي نيتي، ان انا مش عايز شهرة، ولا عايز بقى فكره ابقى انفلونسر والكلام ده. انا ما عنديش حاجه اقدمها. انت لو جيت تبص ايه هو البرودكاست، هتلاقي حاجات انا بشيرها. اتس لايك كوبي بيست يعني، فاهم؟ انا مش بعمل حاجه، مش انا بخترع حاجه، او انا بكتب كونتنت خاص بيا او حاجه زي كده. يعني كل الفكره ان ممكن الواحد كان قاعد بيدور كتير وقاعد يشوف معلومات كتير وحاجات زي كده، فحبيت ان انا اشاركها مع الناس. طلعت بقى في شكل البرودكاست، لان انا مثلا يعني لفترات كنت بعمل الموضوع بتاع البرودكاست ده. ف... فقررت ان انا مثلا اعمل الموضوع ده بحاجه شخصيه، في فكره تطوير الذات. لما بدانا في تطوير الذات، ولما دخلنا بعد كده في رمضان وكده، عملنا موضوع خماسيات اللي احنا بعد كده سميناه وذكر، وهكذا يعني. فده الحوار. فهو الواحد، أنا مش عايز، مش بدور على شهرة يعني. آه، ولكن فكرة ان انت برضو فكرة المجهود لما بتبذله، آم، وخاصة لما بتبذل مجهود عشان الناس او عشان حد، انت بتبقى حابب ان انت تلاقي تقدير لده. والتقدير في اطار الحاجة اللي احنا بنعملها، اللي هي مثلا احنا بنشارك الحاجة سواء على الواتساب او يوتيوب او فيسبوك. هي فكرة الريسبونس بتاع الناس، رد فعل الناس بيكون عامل ازاي. مثلا الفيديوهات، هل الناس بتسمع الفيديوهات ولا لا؟ مثلا الفيسبوك، هل الناس بتحضر اللايف بتاعك اللي انت بتعمله على الفيسبوك ولا لا؟ الناس مثلا بتشارك الحاجات اللي انت بتنزلها على الواتساب ولا لا، على الفيسبوك ولا لا؟ طيب بالنسبة للواتساب،
يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله في ناس ما شاء الله عاملين شغل كويس جدا وبينشروا البرودكاست بشكل مبهر. الصراحه انا نفسي منبهر جدا ما شاء الله. ولكن العدد، يعني احنا واصلين دلوقتي تقريبا في برودكاست تطوير الذات وخماسيات تقريبا معدين 350 400 مثلا او حاجه. فده رقم كبير، رقم كبير ان انا يعني تبعت الرساله لكل الناس دي، وما يبقى في ناس ما بتلتزمش او الناس ما بتتفاعلش حتى خالص. يعني انا مش بقول ان انا عايزك تعمل ده في كل رساله انا ببعتها، ولكن اللي هو في ناس مثلا ما بعتتش رساله خالص، ما فيش فويس بتسمعه. لما ببعت فويسات، وانا بحاول بقدر الامكان انا ما ببعتش فويسات كتير وما اطولش حتى في الفويس، الناس ما بتسمعش الفويسات. فده برضو بيكون حاجه مش عايز اقول محبطه. يعني هي هي مش واصله الحمد لله لنقطه محبطه، ولكن يعني الواحد بيبقى منتظر حاجه احسن من كده، لان احنا بشر في الاول وفي الاخر. الحمد لله الواحد بيحاول بقدر الامكان انه يكون ايجابي متفائل، آم، بيحاول ان هو يغير من نفسه وبيطور من نفسه ومهاراته ونفسياته والحاجات دي كلها. ده حاجه الواحد بيحاول فعلا ان هو يعملها يعني. ولكن فكره زي ما بيقول ايه، فكره الامتنان بيسموها امتنان مثلا، او التقدير او الشكر او الكلمات الجميله، فكره جبر الخاطر، الحاجات دي كلها بتسبورت الواحد ان هو يفضل مكمل وهكذا يعني. ف... فده عامل مهم جدا الصراحه. وخاصه في ضغط الحياه، ضغط الحياه والشغل والحاجات دي كلها، انت ساعات بتبقى محتاج ان انت تسمع كلمه حلوه. وخاصة كمان ان البرودكاست او الموضوع يعني معمول، او في ناس كتير دلوقتي يعني صراحة الناس انا معرفهاش وما ما احتكتش بيهم خالص قبل كده. فكمان لما بيجي لك الرأي ده من حد بره، هو طبعا لما بيجي لك من حد قريبك او حد قريب منك او انت عارفه بتكون حاجة كويسة. ولكن اما انت بتبقى عامل ده او التأثير مع حد انت مش عارفه وسبت عنده انطباع كويس وحاجة كويسة، اعتقد ده بيكون نوعا ما برضو شيء عظيم. لان هو الشخص اللي انت عارفه ممكن يكون بيقول لك ده من باب المجاملة، ولكن الشخص اللي ما يعرفكش هو ممكن يكون صدقه اكتر من شخص يعرفك يعني. آم، بس في يعني مش عارف يعني، هي شوية لخبطة، عشان كده احنا عاملين ان هي فضفاضة يعني. ولكن حبيت ان انا اتكلم عن الموضوع ده الصراحة، عشان بفضفض معاكم. انا مش عارف يعني انا منتظر ايه من ورا الفضفضة دي. في ناس هتقول منتظر حتة التقدير والكلام، يعني مش عارف هيحصل ده ازاي او كده. ولكن الواحد كان حابب ان هو يتكلم. ويعني كنت حابب ان انا برضو الحمد لله البرودكاست زي ما قلنا بقاله حوالي كام 10 شهور تقريبا. بقاله حوالي 10 شهور. و ويعني قولوا لي بقى انطباعاتكم، الناس اللي هتوصل لحد الدقيقة التامنة، عشان مش همنتج الفيديو هرفعه زي ما هو، يعتبر ما فيش حاجة تتقطع في النص. قولوا لي انطباعكم عن البرودكاست، الناس اللي يعني دخلت اللي اتفرجت على الفيديو لحد دلوقتي، وانت معانا في البرودكاست من امتى، و... وشايف ان احنا ممكن نطور البرودكاست بشكل احسن يكون ازاي. و... وانا مش عارف يعني انا هل انتوا شايفين ان هو ان احنا نفضل مكملين على الواتساب زي ما احنا؟ عشان انا الصراحه حابب ده. انا ما بحبش الجروبات خالص خالص. اي جروب انا بدخله بعمل له انفولو، اي جروب على الفيسبوك بعمل له انفولو، اي جروب على الواتساب بعمل له ميوت وبقفل النوتيفيكيشن خالص. فانا علاقتي سيئه جدا جدا مع الجروبات، حتى لو جروبات مفيده، في جروبات جدا مفيده، ولكن للاسف ما بحبهاش خالص يعني. آه، التليجرام طبعا، عشان احنا كنا اقترحنا موضوع التليجرام قبل كده ان احنا ننقل على التليجرام، بحيث ان هو بياخد ميديا كتير والتحميل بتاعه اسهل وحاجات زي كده. بس انا ما بحبوش خالص خالص. حاولت كذا مره ان انا يعني اتعامل وبتاع، بس مش قادر احب التليجرام. فللاسف الشديد هو اصلا يكاد يكون اكتر ابلكيشن بحبه هو الواتساب. فعشان كده انا بحب فكره البرودكاست او فكره التواجد على الواتساب يعني. مش عارف، فضفضت كفايه. مش حابب اطول اكتر المنتج دي هنسيبها عادي. مش حابب اطول اكتر من كده. اتمنى ان انت يكون هقول ايه عجبك الفيديو، هي فضفضه
طبعا الرينج لايت بقى، شايفين الظل اللي ورايا ده لسه بقى عايزين نظبط، نتعلم ايه الحاجات اللي احنا هنشيل منها الظل والحاجات دي. ونصل الى نهاية الفيديو، وهنحاول نبدأ يومنا ان شاء الله. فنشوفكم على خير ان شاء الله في فضفضة جاية يوم الجمعة، ونشوفكم على خير، ويا رب الفيديو يعجبكم. ولو انت مش مشترك، ده من ضمن الحاجات بقى، لو انت مش مشترك في القناة، في تقريبا حوالي اكتر من 50% بيشوفوا الفيديوهات بتاعة القناة ومش بيشتركوا في القناة. فلو انت منهم بتتفرج ومش مشترك، هستأذنك لو تشترك في القناة وتعمل لايك وكومنت بالحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في الجمعة اللي بعدها، والسلام عليكم.